تفتكر النضج مهم أوي في العلاقات؟ النضج. حلو التعبير ده. خلّيني كده أقول لِك إنه حتى لمّا نبُص كده على موضوع العلاقات، تلاقي إن العلاقات بتزداد قوة أو بيبقى ليها تواصل قوي جدًا وفي تماسك في العلاقات بين الأطراف مع تقدُّم السِن. يعني تلاقي الأطفال الصغيّرة العلاقات ما بتستمرش، ما بتبقاش قوية، بعد كده ممكن تبقى أقوى شوية وهكذا. فإذًا هنا فكرة تقدُّم السِن دي بتدّي خبرات أكتر، بيكون الإنسان عدّى بتجارب أكتر، بيكون عدّى بدروس مستفادة أكتر، اتعلّم أكتر، فكل ده بيعمل له نضج، إمم. بيعمل له وعي. وهنا قصة النضج أو الوعي أنا حابب يعني ألخّصها في 3 أسئلة آآ لأي حد موجود جوّه علاقة، إنه يسأل نَفْسه هو ليه موجود في العلاقة دي، وعايز إيه من العلاقة دي، وإزاي يوصل للي هو عايزه في العلاقة دي. نيجي بقى هنا بالإجابات على الأسئلة دي هتلاقي في تقبُّل بقى، يعني يعمل هنا النضج ما يبقاش في ضغط على الطرف الآخر، إمم. يبقى في قبول للطرف الآخر، في تفهُّم للطرف الآخر، بيبقى في تقدير للطرف الآخر، يعني بيبقى في احترام. النضج بيعمل حاجات كتيرة جدًا لو أنا قدرت إن أنا أستوعب ويبقى عندي وعي بالحاجات ال3 أسئلة أو بإجابات ال3 أسئلة اللي إحنا قُلناهم دلوقتي، ده هيختلف كتير جدًا في طبيعة العلاقة.